السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا كلكم بخير. عاملين لكم فيديو عن شواطئ اسكندرية 2025، أجمل 20 شاطئ بسعرهم بدخولهم بالوقت بتاعهم بكل حاجة. عايزين بس لايك واشتراك للفيديو وتشجعونا كده زي كل سنة. هنبدأ طبعا بقى شاطئ شاطئ. زي ما انتم شايفين دلوقتي طالعين اهو، ونبدأ بقى نتكلم معاكم على شاطئ شاطئ، وعاملين كل فيديو لشاطئ شاطئ من أول أبو قير لغاية شاطئ أبو العباس. تمام. أول حاجة بس عايز أتكلم معاكم على شاطئ المعمورة. طبعا ده شاطئ العيش، الشاطئ اللي احنا بنحبه كله. صبح وليل طبعا دخوله السنة دي زاد شوية، بقى الدخول القرية نفسها 40 جنيه دلوقتي بقى ده الدخول. طيب بالنسبة لأسعار الكرسي 75 جنيه، وإيجار الشمسية 30 جنيه. أي بقى مثلا كرسي إضافي ب15 جنيه. عايز برضو تخش اللي هو خلع الملابس ب15 جنيه. كل ده شواطئ المعمورة ليها شاطئين، شاطئ عام وشاطئ خاص. ده من الصبح لغاية الساعة 7. بعد كده بقى بتبقى كافيهات، والكافيهات برضو بتبقى أسعارها غالية شوية. يعني زي بالليل مثلا الشواطئ، الكافيهات اللي بتبقى بالليل ب75 الشاي، وب85 القهوة. برضو ميزة قوي بصراحة برضو الشواطئ، يعني الشاطئ العام أو الشاطئ الخاص الاتنين كده كده نفس البحر. عشان في ناس بتسأل برضو هل البحر ده مختلف عن ده. بصراحة ميزة المعمورة اللي هي مدينة متكاملة مقفولة على بعضها في كل حاجة. يعني في فنادق، لو انت مثلا اجرت شقة هناك بتاخد فيها كروت بتخش بيها الشواطئ، بتخش القرية كل يوم عادي. ميزة برضو ليها فيها ملاهي، فيها يعتبر معظم المطاعم، فيها سوق برضو سعر كويس. فالمعمورة بصراحة من أجمل الحتت اللي انت ممكن تنزل فيها في اسكندرية. تاني بقى مكان المنتزه. المنتزه دلوقتي بعد ما جددوه بقى الدخول ب50 جنيه. لو معاك عربية بتركب في الجراج عادي، لو عايز تركب بقى من جوه بتركب عربيات الجولف لغاية الشواطئ ب30 جنيه. يعني كده 50 و30. بالنسبة بقى للشواطئ، في شاطئين جوه. أسعار شواطئ المنتزه، في شاطئ اللي تبع الفندق ده ب1500 جنيه، وفي الشاطئ اللي هو من 8 الشاطئ التاني 150 جنيه. بس في بقى احلى حاجة اللي انا يعني انا كده كده كل ده هتشوفوه في كل فيديو منفصل. في شاطئ المنتزه ده بدأوا يعملوا فيه حمام سباحة، وبقى تحفة بقى تحفة، بس لسه مخلص. ان شاء الله اسبوع من النهاردة كده وان شاء الله يكون خلص. وبجد هي طبعا المنتزه مش عايز اقوله. نبتدي بقى بعد المنتزه، وهنبتدي بقى دلوقتي من أول شواطئ اسكندرية من بعد المنتزه. طاحونة المندرة، وده من أكبر شواطئ اسكندرية، وشاطئ يعني حلو جدا. والأسعار بقى هتبتدي دلوقتي بقى غير المنتزه والمعمورة خالص، بقى هتشوفوا أسعار تانية خالص. في ناس بتسأل ليه طاحونة المندرة، عشان في مكان قصاد الشاطئ على طول في مكان أثري في طاحونة المندرة دي من عصر محمد علي. وهنا سعر الشاطئ طاحونة المندرة ب30 جنيه. ده شامل الكرسي والشمسية والفرد ب30 جنيه. وهنا بقى الشاطئ المندرة، دخول أي طفل أقل من 7 سنين مجانا. أي طفل أقل من 7 سنين مجانا. أي طفل أكبر بقى من كده بيدفع له تذكرة عادي، وبياخد كرسي برضه عادي وكده. هما للصغيرين. وعلى فكرة ده مش في يعني ده مش في المنظرة بس، مش طحونة المنظرة، لأ ده على كل الشواطئ اللي تبع الهيئة بتاعة الشواطئ اسكندرية وكده. الشواطئ بتاعة اسكندرية كلها برضو بتبقى فاتحة من الساعة 7 الصبح لغاية 7 مساء، ده بحر. بعد كده بتفتح بقى كافيهات عادي، عشان برضو الناس اللي بتسأل طب أنا لو عايز أروح مثلا مش عايز أنزل البحر وعايز بتيجي عادي خالص. بس بيجي بقى بالليل بيدفع تذكرة تانية للشواطئ، عشان برضو محدش يقول ايه انا ممكن اجي اقعد طول اليوم. لا، هو الشواطئ الصبح حاجة وبالليل حاجة تانية.
بعد طاحونة المنظرة بقى في شاطئ اونلي، ده دخول ب20 جنيه، وشاملة برضو الكرسي وشاملة الشمسية، وبرضو الأطفال من أول 7 سنين بتتحسب التذكرة. الأقل من 7 سنين مبتحسبش تذكرة. وبرضو شاطئ جميل جدا، ويعتبر جنب المنظرة على طول. بعد بقى الشاطئ ده في شاطئ المنظرة العام، وده سعره ب5 جنيه عادي. برضو الدخول برضو من الساعة 7 للساعة 7. وبرضو بفكركم اللي بيبقى فيه رقم للشكاوي، لو أي حد حصل له مثلا مشكلة أو أي حاجة، في رقم للإدارة العامة للشواطئ اسكندرية. ودي برضو بصراحة هي السنة دي مظبطة يعني الواحد راح اسكندرية كتير أوي، بس السنة دي مستغرب الشواطئ كلها المدخل بتاعها مدخل واحد. الدخول بتاعها كمان، حتى انت الإكرامية دي كان في ناس كتير بتتضايق من الإكرامية وكل سنة وانت طيب مش عارف ايه. دلوقتي يعني برضو انت عايز بقى تطلع حاجة دي برضو منك، انت مش عايز تطلع ما يقدرش يقولك. وده اكيد هما اللي شادين عليهم جدا يعني. بعد بقى شاطئ المنظرة العام في شاطئ جويل بي، وده بقى شاطئ جميل قوي، وطبعا وده في اكوا بارك. وبجد بجد بجد شاطئ جميل قوي. وتحس ان انت اصلا قاعد في حمام سباحة. هو الشاطئ مقفول بالسنين، فتحس المية اللي داخلة ما فيهاش موجة عالية قوي، نافع للاطفال. وبرضه في اكوا بارك، يعتبر بعد المنظرة العام على طول، او يعتبر قبل هو شاطئ تبع القوات المسلحة، اخر العصافرة. يعني الناس برضو اللي بتبقى عايزة تعرف هو فين بالظبط، هو بين العصافرة وبين المنظرة. طبعا بيبقى الشاطئ تبع القوات المسلحة قصاد الفندق على طول، وليه مدخلين، مدخل تبع الفندق ومدخل عادي. الفرد فيه الدخول ب100 جنيه. 100 جنيه شاملة الدخول من الساعة 7 للساعة 7. والأطفال بتتحسب من أول 6 سنين. آه، الأكوا بارك بقى ب150 جنيه الساعتين، يعني لو عايز تجدد بقى كل شوية ساعتين تمام. برضو هي الأكوا بارك الوحيدة اللي في اسكندرية، ودي برضو في نفس الشاطئ، بس تدخلها منفرد لوحده. الشاطئ ده برضو عشان الناس متلخبطش كان اسمه مو بيتش. الناس اللي كانت عارفاه الأول كان اسمه مو بيتش، وبرضو كان قصاد الفندق على طول. برضو من أجمل الشواطئ اللي للأطفال، يعني آمنة للأطفال جدا. عشان الناس اللي عايزة تروح مثلا وبتسأل أروح أنهي شاطئ يكون آمن للأطفال، وبرضو البحر بتاعه والشاطئ جميل، برضو هو ده. وبصراحة 100 جنيه ما برضو تستاهل، خصوصا من نظافة الحمامات ونظافة المكان نفسه. حتى بعد ما أي حد بيقوم لو في أي حاجة بتلاقيهم على طول بيجوا ينضفوا وكده. بعديها بقى بنتحرك الشاطئ اللي بعديه على طول، وهو بيبقى شاطئ العصافرة. وبرضه شاطئ العصافرة جميل جدا، ودخول الفرد ب20 جنيه. وده بيبقى برضه شواطئ برضه من ضمن الشواطئ العائلات. بعد كده بقى شاطئ اسكندر، وده دخوله ب25 جنيه. ده قصاد بازوكا على طول، وبرضه في العصافرة. وبرضه شاطئ جميل جدا، وبرضه نفس النظام من الساعة 7 للساعة 7. وأي أطفال أقل من 6 سنين بيتحسب فرد. أقل من 6 سنين ما بيتحسبش فرد، أكبر من 6 سنين بيتحسب فرد عادي. برضو الحمامات بتاعته برضو كويسة مش وحشة. زي ما انتوا برضو عارفين احنا كل شاطئ من دول عاملين فيديو ليه لوحده. لو اي حد عايز يعرف اي حاجة او في حاجة مثلا عايز يسألني في الكومنتات، وانا ابعتله حتى اللينك بتاع الفيديو. دلوقتي بقى نخش على شاطئ البروفاج، وطبعا ده من اقدم شواطئ اسكندرية، وتمثل فيه افلام كتير قوي زمان. وبرضه بيتميز اللي هو كان بتحس كده اللي هو وانت معدي من قدامه تلاقي فيه شمسيات على شكل طاقية كده، شكله جميل قوي. وبرضه شاطئ حلو قوي، وكان برضه بقاله فترة واقف عشان كان بيتعمل كوبري قصاده.
برضو حاجة برضو مميزة في الشاطئ ده اللي فيه مكان للأمانات. برضو لما يكون حد مثلا طالعين اتنين أو طالعين مثلا أو طالع لوحدك أو كده، في شاطئ في مكان للأمانات، وده برضو حاجة جميلة أوي. وبرضو هم بصراحة يعني الشاطئ كبير أوي، والرملة بتاعته واسعة كمان. والأهم من ده اللي بعد حتى التوسيع زي ما هو، يعني كان في ناس خايفة اللي هو الكوبري ياخد منه مساحة أو كده، فهو زي ما هو وما شاء الله شاطئ جميل قوي. وفي أجمل بقى ذكريات الناس اللي كانت بتتفرج على الأفلام وكده، هتلاقي في أفلام كتير أوي متصورة. وطبعا بقى الناس اللي ما راحتش بقى اسكندرية بقى لها فترة، دلوقتي بقى في كوبري اسمه السادات، وده برضه شاطئ جميل أوي أوي، كوبري جميل أوي، بعمل زي ستانلي وكده. وبقى فيه تحتيه شاطئين، أو شاطئ وأوله شاطئ اللي هو جزيرة الدهب، وشاطئ محمود سعيد. برضو هتلاقيني عامل لكم فيديو منفصل. أنا الفيديوهات دي بتبقى كل فيديو منفصل عن التاني بالشاطئ من جوه والحمامات وإيه الميزة اللي فيه والعيوب. هنا برضو هنقول لكم بقى الأسعار بتاعة الشواطئ. ده الشاطئ جزيرة الدهب ب25 جنيه، شاملة برضو الشمسية وشاملة الكرسي. الأطفال أقل من 7 سنين برضو ما بيتحسبش، من فوقيها بيتحسب فرد. الحمامات ب5 جنيه، وبرضو حاجة ذوقية يعني. بس برضو من الشواطئ برضو اللي بتبقى زحمة شوية، عشان الناس اللي برضو بتسأل على الشواطئ اللي بتبقى فاضية، والشواطئ اللي بتبقى خفيفة شوية. وبرضه فوقيه زي ما قلتلكوا الشاطئ بتاع كوبري السادات اللي لسه معمول جديد، وعاملين فيديو ليه لوحده. قبل بقى ما نخش شاطئ محمود سعيد، عايز اقول لكم ان شاطئ جزيرة الدهب اللي هو يعني بصراحة جميل قوي. كمان في منطقة للألعاب للأطفال، عشان كانت في ناس بتسأل لو في مثلا مكان للألعاب وكده. وبرضه بيبقى فاتح الصبح، بيبقى فاتح بالليل، وبيدفع تذكرة الدخول من بعد الساعة 7. يعني حتى لو انت قاعد من الساعة 7 الصبح تيجي الساعة 7 مساء، بياخد منك تذكرة تانية. في ناس والبحر بيبقى مقفول. في ناس طبعا بتحب تروح بالليل عشان تخش الشواطئ، مثلا تقعد على البحر بالليل، الأطفال يلعبوا في الكيدز اريا أو كده. ففي ناس بتحب كده. وفي ناس بتحب تروح مثلا الشواطئ لأ من الساعة 7 الصبح. وبرضه بيبقى الشواطئ جميلة جدا، ونزول البحر جميل أوي لما تنزل بدري، قبل ما الشمس بقى بتكون طلعت جامد وكده. فبصراحة يعني دايما دايما الواحد يحب ينزل البحر قبل الشمس بتاعت الساعة 1 و2 الظهر، دي بتبقى صعبة أوي. ودلوقتي بقى مع شاطئ محمود سعيد، وكان أصلا قبليها كان اسمه أفلاطون، عشان الناس برضو اللي ليها ذكريات، والناس اللي حافظة اسكندرية. شاطئ محمود سعيد بقى الدخول بتاعه في برضو حاجة جميلة قوي. احلى بقى حاجة في شاطئ محمود سعيد اللي ممكن تقعد في الشاطئ في اي مكان، يعني ملكش مكان معين. حتى لو عايز تقعد على اللسان، عايز تقعد من ناحية المراكب بتاعة الصيادين اللي هي بتبقى اول ميامي، برضو براحتك. عايز تقعد هنا تمام، عايز تقعد هنا تمام. الشاطئ مفتوح 24 ساعة، برضو تحفة تحفة بجد. في ناس طبعا من عشاق ميامي، من عشاق خالد بن الوليد، فأقرب ده أقرب شاطئ ليهم، بحيث ان الناس برضو تطلع وتخش. برضو الشاطئ ده عائلات بس، ما بيخشش فيه غير شباب وكده. وده برضو بتبقى ميزة شوية للناس اللي بتبقى برضو طالعة بأولاد أو كده، عشان برضو ما يبقاش حد بيجري، ما يبقاش حد بيعمل. برضو الشاطئ هنا ممنوع فيه الكورة خالص، ممنوع اصطحاب الحيوانات. من ضمن برضو الميزات اللي في الشاطئ ده اللي هو فوقيه على طول الكوبري اللي هو كوبري السادات. برضو كوبري السادات برضو فيه ميزة حلوة أوي، الأبراج اللي فيه زي كوبري ستانلي، فتلاقيهم زي بعض بالظبط. برضو كان في ناس بتسألني طب المواصلات بكام وكده. المواصلات احنا ركبنا القطر السنة دي، لقينا في قطر ب200، ده أغلى واحد، ده الجديد. برضو مكيف. وفي قطر ب130، وفي قطر ب70.
وفي قطر بقى اللي هو العادي بقى، بس ده مش عارف والله سعره كام. وبعد بقى ما نخش بقى ونعدي شواطئ ميامي نخش على شواطئ سيدي بشر. وهنا بقى فيه طبعا تجديدات كتير قوي عشان الشوارع هناك وسعوها، وبقى فيه شواطئ يعني عروسة البحر طبعا لو انتوا فاكرينه. بس انا ما صورتهوش، وده لسه هصوره لوحده واعرف لكم برضو دخوله بكام. هنخش بقى بعد كده على جليم باي، وده الشاطئ العام. ده من أرخص شواطئ اسكندرية، ب5 جنيه الدخول، ب5 جنيه الدخول، شاملة الكراسي بالشمسية بالحمامات بكل حاجة. وطبعا شاطئ برضو بيبقى زحمة قوي بصراحة. آه هتشوفوا الفيديو بتاعه برضو أنا منزله منفصل. برضو بيبقى فاتح من الساعة 7 صباحا، يعني يعتبر فاتح 24 ساعة، بس 7 و7 زي اللي هو بقية الشواطئ وكده. وبرضه شاطئ تبع قوات شاطئ تبع شواطئ اسكندرية، الإدارة العامة لشواطئ اسكندرية. ودخوله 5 جنيه. في بقى جنبه في برضه هتشوفوه دلوقتي في سي سايد بيتش. ده بقى شاطئ في جليم باي برضه. بيبص برضه على اللي هو اللسان بتاع جليم باي. برضه يعتبر ده سياحي شوية. ب30 جنيه الفرد، 30 جنيه الفرد، شامل برضو الشمسية والكرسي. وبرضو من 7 ل7، والأطفال برضو بتحسب من أول 5 سنين. ودلوقتي بقى نخش على شواطئ ستانلي. وده الشاطئ ب25 جنيه. وده دي المنطقة الوحيدة اللي فيها كابين. الشاطئ الوحيد اللي فيه كابينة ممكن تحجزه ب350 جنيه، ده شامل 4 أفراد ومفهوش سرير. بتبقى فيه زي كابينة كده، بتبقى فيها زي هي يعتبر للتغيير يعني وكده. وبصراحة شاطئ تحفة. برضو في ناس بتحبه جدا، في ناس بتحب الموجة بتاعته، في ناس بتحبه عشان برضو هو يعتبر من الشواطئ القديمة قوي والجميلة قوي، والشواطئ اللي الواحد بيروح فيها يستمتع صبح أو ليل. وفي برضو مجمع كافيهات برضو جوه. فالواحد بصراحة يعني المنطقتين جليم باي وستانلي دول تحفة. تطلع على الكوبري حتى تقعد على الكوبري برضو تحفة. دخول الشاطئ زي ما قلتلكوا ب25 جنيه. لو مثلا 6 رايحين وحجزوا غرفة بيبقوا 4، والاتنين التانيين بياخدوا 25 جنيه، وبياخدوا برضو كراسي إضافية أو كده. برضو شاطئ من الشواطئ الجميلة قوي. بعد كده بقى هنخش على شاطئ تاني خالص. بنخش بعد كده بقى على شاطئ الشاطبي، ده فيه كازينو جوه. وده بتخش الاتنين مع بعض ب250 جنيه. الأطفال من بعد 5 سنين أو 4 سنين بيدفع برضو تذكرة كاملة، وشاملة برضو الشاطئ بالكافيه بكل حاجة جوه. وبرضو بصراحة من الشواطئ التحفة جدا. شاطئ جنبه على طول شاطئ اللي هو في منطقة السلسلة أو شاطئ السلسلة المميز، ده ب15 جنيه الفرد، ب15 جنيه الفرد. دخول برضو بالشمسية بالكراسي بكل حاجة فيه. ده برضو من الشواطئ الجميلة جدا. قبل ما نخش على شواطئ بحر وشواطئ أبو العباس، ده يعتبر شاطئ السلسلة. وبرضو برضو الأطفال بتتحسب من بعد 6 سنين. شاطئ بقى بحري. بس كنت عايز اقول لكم حاجه على شاطئ السلسله. الدخول بتاعه من نفق وتحفه قوي، وبعدين الكراسي اللي فيه اللي هي بتاعه القماش بتاعه زمان، فبرضه في ناس بتحبها قوي وكده. وهو برضه يعتبر من الشواطئ البعيده عن الزحمه وكده.